البيض يعتبر من أفضل الأطعمة المغذية التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي اليومي، ويعرف بكونه مصدراً رائعاً للبروتين والعناصر الغذائية. لكن هناك جزء من البيضة يثير الجدل بين محبي التغذية الصحية، وهو الصفار. بعض الناس يفضلون تناول البيض بدون الصفار لتجنب السعرات الحرارية الإضافية والدهون. لكن هل هذه الخطوة مفيدة أم ضارة؟ إليك ما يقوله العلم. التأثيرات عند تناول البيض بدون الصفار: 1. فقدان العناصر الغذائية المهمة. عند التخلص من الصفار يفقد الجسم العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين دي و A و E و K، إضافة إلى الكولين، وهو ما قد يؤدي إلى نقص في هذه العناصر إذا لم يتم تعويضها من مصادر أخرى. هذه العناصر الغذائية تلعب دورا مهما في دعم الصحة العامة، بما في ذلك صحة القلب، الجهاز المناعي، ووظائف الدماغ. انخفاض السعرات الحرارية والدهون. تناول البيض بدون الصفار يقلل من السعرات الحرارية والدهون بشكل كبير، حيث يحتوي الصفار على معظم الدهون الموجودة في البيضة. لذا يمكن أن يكون هذا مفيداً للأشخاص الذين يحاولون التحكم في كمية السعرات الحرارية التي يتناولونها، أو أولئك الذين يعانون من مشاكل في مستويات الكوليسترول. البياض وحده يحتوي على حوالي 17 سعرة حرارية لكل بياض بيضة، بينما يحتوي الصفار على حوالي 55 سعرة حرارية. لذلك يمكن أن يكون البياض خياراً مناسباً في الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات. نقص الدهون الصحية. الصفار يحتوي على دهون غير مشبعة صحية تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد HDL في الجسم. إزالة الصفار يعني فقدان هذه الدهون التي يمكن أن تكون مفيدة لصحة القلب. الكوليسترول الغذائي الموجود في الصفار ليس ضاراً بشكل عام لمعظم الناس، ووفقاً للدراسات الحديثة لا يؤثر تناوله سلباً على مستويات الكوليسترول في الدم لدى الأشخاص الأصحاء. زيادة استهلاك البروتين فقط. البياض يحتوي على كمية جيدة من البروتين دون الدهون، مما يجعله خياراً مثالياً لبناء العضلات دون السعرات الحرارية الإضافية. لكن تناول البيض بدون الصفار يعني التركيز فقط على البروتين، وقد يؤدي إلى نقص التوازن الغذائي الذي توفره البيضة الكاملة. الصفار هو أحد المصادر الغذائية القليلة لفيتامين دي، الذي يلعب دورا مهما في تقوية العظام ودعم جهاز المناعة. فيتامينات A و A و K، هذه الفيتامينات توجد بتركيزات عالية في الصفار، وتساعد على تعزيز صحة العين، البشرة، وتقليل الالتهابات. معادن هامة مثل الحديد والزنك، والتي تلعب دورا مهما في إنتاج خلايا الدم الحمراء ودعم وظائف الجهاز المناعي. الكولين ودوره في صحة الدماغ. الكولين هو عنصر غذائي ضروري يوجد بكميات كبيرة في الصفار، وهو يساعد في دعم وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة وتطوير الجهاز العصبي، خصوصاً لدى الأجنة في فترة الحمل. تشير الدراسات إلى أن تناول البيض بما في ذلك الصفار قد يساعد في تحسين الأداء العقلي وتقليل خطر الإصابة بأمراض عصبية مثل الزهايمر. مضادات الأكسدة لصحة العين. يحتوي الصفار على اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادان قويان للأكسدة يعززان صحة العين ويقللان من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين. تعزيز امتصاص البروتين. الصفار يحتوي على الدهون التي تساعد على امتصاص البروتين الموجود في بياض البيض بشكل أفضل، مما يجعله خياراً ممتازاً لمن يسعون لبناء العضلات. إليك ملخصاً عن دراسات تناول صفار البيض وتأثيره على الصحة. 1. دراسة عن تأثير صفار البيض على الكوليسترول. الموضوع: كان هناك جدل طويل حول تأثير صفار البيض على مستويات الكوليسترول في الدم بسبب احتوائه على كمية مرتفعة من الكوليسترول، حوالي 186 ملغاً لكل صفار بيضة. ما وجدته الدراسات الحديثة أشارت إلى أن الكوليسترول الغذائي مثل الذي يوجد في صفار البيض لا يؤثر بشكل كبير على مستويات الكوليسترول في الدم لدى معظم الأشخاص الأصحاء. توصلت دراسة نشرت في American Journal of Clinical Nutrition إلى أن استهلاك البيض الكامل بما في ذلك الصفار لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى معظم الناس. الجسم ينظم إنتاج الكوليسترول الخاص به
بناء على كمية الكوليسترول المستهلكة، مما يعني أن استهلاك الكوليسترول الغذائي قد يقلل إنتاج الكبد من الكوليسترول. دراسة عن تأثير صفار البيض على بناء العضلات. الموضوع: البيض مصدر غني بالبروتين، ومعظم الأحماض الأمينية الضرورية لبناء العضلات موجودة في صفار البيض. ما وجدته الدراسات: دراسة في مجلة التغذية قارنت بين تناول البروتين من بياض البيض وحده وتناوله مع الصفار، وأظهرت أن البروتين الموجود في البيض الكامل مع الصفار يعزز بشكل أفضل من تخليق البروتين في العضلات بعد التمرين. الصفار يحتوي على فيتامينات بي والدهون التي تساعد في امتصاص البروتين بشكل أكثر فعالية، مما يجعله خياراً مفيداً للأشخاص الذين يسعون لبناء العضلات. الخلاصة: صفار البيض ليس ضاراً كما كان يعتقد في السابق، بل له العديد من الفوائد الصحية، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب والدماغ والعينين وبناء العضلات. تناول البيض باعتدال، بيضة واحدة إلى 2 يومياً، يمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي لمعظم الأشخاص، دون التأثير سلباً على مستويات الكوليسترول في الدم. للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية تتعلق بالكوليسترول أو أمراض القلب، يفضل استشارة الطبيب قبل إدراج صفار البيض بشكل كبير في النظام الغذائي. لحظة من فضل، هل تود معرفة احتياجك اليومي للسعرات؟ ما عليك هو الإعجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس، واكتب لي وزنك وطولك وعمرك في التعليقات لأعطيك احتياجك اليومي من السعرات. وبالتالي إذا كان هدفك نزول الوزن، نقص من سعراتك اليومية 500 سعرة حرارية، وإذا كان هدفك زيادة الوزن، أرفع فوق احتياجك 500 سعرة حرارية. إلى اللقاء.